اعاقب كلبي ازاي؟ سؤال بيتسأل كتير جدا، وبيتسأل بدري عن اوانه، وبيتسأل خارج السياق بتاعه. قبل ما نتكلم في آلية العقاب وامتى تبقى آلية العقاب اصلا وشكل آلية العقاب ايه، خلونا ناخد نبذة سريعة عن مدارس تدريب الكلاب، وده هيفهمكم القصة كلها. اول مدرسة هي ومدرسة حديثة شوية، اللي هي المدرسة الإيجابية، ودي بيتم استخدام الثواب فيها فقط. وعلى عكس ما الناس فاهمة، لا، ما بيبقاش الراجل واقف ماسك شوية أكل وعمال يتحايل على الكلب وعشان خاطري وكوتي موتي والكلام ده كله، لا خالص. دي مدرسة شديدة جدا في النظام. لازم الشخص اللي بيدرب الكلب يبقى منظم جدا، يبقى عنده مجموعة من المهارات الرهيبة الكتيرة جدا، اللي بيعرف فيها ينقل الكلب من ان هو غير مهتم بالعملية التدريبية او نص مهتم، لان هو مهتم، وان يبقى اهم حاجة عنده التدريب. ولازم يبقى متحكم في البيئة المحيطة شوية في الاول، ولازم يبقى متحكم في ظروف كتيرة جدا 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 جدا. ومع الوقت ومع المهارات المطلوبة والشخص الصحيح بيوصل لنتيجة هايلة جدا جدا جدا. المدرسة الثانية المدرسة البالانسد، او اللي هي المتوازنة، اللي هي فيها ثواب وعقاب. المدرسة دي زيها زي المدرسة الإيجابية، بتبدأ بالمكافآت، ومشتركة مع المدرسة الإيجابية في جزء كبير جدا من موضوع المكافآت والتدريب. ولازم الكلب يتدرب بمكافآت وكويس ويبقى 100 100 وكله تمام. ثم بتبدأ تلجأ للعقاب لما الكلب يبدأ ما يسمعش الكلام، أو تبقى عايزة تسرع الكلب أو عايزة تخرجه عن مثلا سلوك معين. طيب، هل المدرسة دي بتعنف الكلب والكلام ده كله؟ لا طبعا. المدرسة دي ليها المحترفين بتوعها، وهي ناس بتعرف تشتغل وبتشتغل كويس جدا، وبيعرف ازاي يدي ثواب وازاي يدي عقاب مناسب، ما فيهوش شدة، ما فيهوش عنف شديد، ما فيهوش الكلام ده كله. ودي مدرسة موجودة وموجودة بكثرة، وليها محترفين مشهورين حوالين العالم. بالنسبة بقى للمدرسة الثالثة، هي في الحقيقة مش مدرسة، هي في الحقيقة حاجة خبيثة كده بتستخبى تحت المدرسة البالانسد. هي في الحقيقة حاجة بتتسمى كومبالسيف تريننج، وبتسوق ان هي مدرسة، وده اللي موجود على الانترنت في حاجات كتيرة جدا. ايه الكومبالسيف تريننج ده؟ هتلاقي الشخص بيمسك الكلب بيعنفه جدا، خنق خنق خنق، بيبدأ بالعقاب على طول من غير ما الكلب يبقى يعرفه اصلا. عقاب 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 عقاب، في مد رجلين كتير، في مد ايدين كتير، في زعيق كتير، في بهدله كتير، في قفش كتير، في اتهام للاونر بالتقصير كتير، وهكذا. دي المدرسه الكومبالسيف دي هنحطها على جنب، لان دي اصلا لا تدرس في اي مكان معتبر، وملهاش اصلا مراجع بقى علميه، ولا ليها بقى مناهج، ولا ليها الكلام ده كله. كلها اجتهادات شخصيه على مر السنين، والعلم حاليا اثبت ان المدرسه دي ليها مشاكل كتير جدا 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 جدا، وبتبهدل الكلاب، وفي نفس الوقت ممكن تزرع اجريشن او عنف عند الكلاب. خلينا نرجع لآلية العقاب نسبة للمدرسة البالانسد. أنا بفضل المدرسة البوزيتيف في أغلب الأحيان، بس خلينا نتكلم عن المدرسة البالانسد. بالنسبة للمدرسة البالانسد، آلية العقاب بتبقى حاجات بسيطة، بتبقى حاجات حرمانات بشكل معين، هزة للليش بشكل معين، بحيث الكلب يبدا يركز فيتكافئ بعديها. ممكن يبقى تايم اوت، بيبدا يبقى تجاهل لسلوكيات معينه، ودي بتشترك فيها مع المدرسه البوزيتيف شويه. من ضمن برضو اشكال العقاب هو تغيير نبره الصوت، بس في المدرسه البالانسد هم بيغيروا نبره صوتهم بدون ايموشنز، يعني بدون ما يبقى في مشاعر داخليه من الغضب والكلام ده كله ساعه اللزوم. في اشكال كتيره جدا من العقاب بتبقى مدروسه وبتبقى مظبوطه، ملهاش علاقه بالتعنيف والشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب، امتى بقى العقاب نفسه، او امتى استخدام العقاب؟ الاول حاجه بكل بساطه، المدرستين اللي احنا اتكلمنا عنهم بيبداوا بمكافآت. بمعنى المدرسه اللي بتتكلم عن العقاب وبتستخدم عقاب زي ما قلنا عقاب مدروس، وليه المحترفين بتوعه، وليه ناس بتعرف تشتغله، وليه اليات، تمام. المدرسه دي بتستخدم العقاب بعد ما اتعلم الكلب كويس، يعني مش يبدا يستغل الكلب من اول ما يقول له السلام عليكم ازيك عقاب. مفيش حاجه اسمها كده، هو بيعلم الكلب كويس جدا، والكلب يبقى فاهم ايه اللي مطلوب، ثم يبدا يستخدم معاه العقاب. وفي النهايه، سواء تستخدم المدرسه البوزيتيف او المدرسه البالانسد، اللي هم مدرستين قانونيتين في اغلب دول العالم، لازم تبقى فاهم ان كل مدرسه فيهم ليها الاليات بتاعتها، وليها التريكس بتاعتها، وليها الطرق بتاعتها. وفي الحالتين برضو، ونصيحه مني، حاول تلجأ للبوزيتيفيتي او الايجابيه اكتر من اللازم، وحاول تطول فيها، وحاول تاخد وقتك فيها، لان هي اللي بتبني افعال دائمه وبتفضل مع الكلب طول عمره. فبالتالي بتلاقي نفسك مش محتاج تعاقب كلبك. ونقطه اخيره، كلبك مش بني ادم عشان تقعد تتصيد له الاخطاء. في حاجات كتيره جدا كلبك بيعملها بتبدو ان هي اخطاء، فانت بتبقى عايز تعاقبه عليها. في الحقيقه هي مش اخطاء، او هي مش حاجه مثلا هو بيعملها عن قصد او الكلام ده كله. في الحقيقه هي حاجات غريزيه عنده، او طبيعه في طبيعه الكلاب، او لان ادراك الكلب مختلف عن ادراكك. فبالتالي لازم تدور على الطرق الصحيحه عشان تغير الحاجات دي، لو هي تستلزم التغيير، مش تدور على العقاب.